شوف، بخبرة أقولها لك، وعي، وأتحمل كلامي ومسؤوليته كاملة. رب العالمين ما يعطيك حاجة ما تقدر تتحملها، بس المشكلة تكون لسه ما عرفت كيف تتعامل معها. انسى، تجيبني يمين جنة يسار مش حتلاقي، ما حتلاقي غير هذه الجملة. أنا عندي يقين قوي جدا ربنا ما يعطي كل إنسان إلا اللي قادر يتحمله، بس الموضوع كيف تعاملت أنت كإنسان معه، كيف تعاملت أنت مع هذا القدر أو هذه المشكلة أو هذا النقص أو هذا التحدي. أنت كيف تعاملت هذا موضوع تاني. ما أتحمل، أنا ما قدرت أتحمل كلام من الشيطان وليس من الله. يعني الشيطان له دخل جدا النسيان جدا. الشيطان له دخل بأنه يعزز كل مواطن الوجع والألم والضعف فيك. الشيطان شاطر في ده، الشيطان شاطر بأنه يوسوس لك، وهو اسمه الوسواس الخناس. شاطر جدا بأنه يلمس على ضعفك وفشلك وخطأك وزلتك وذنبك، ويحسسك انك انت في وضع كبير، ويزيده لما تفتح له باب يزيد في الزيطة هذه، ينبسط. ليه؟ لأنه يبغاك ضعيف، يبغى المؤمن الضعيف، هو يبغاك توصل للضعف عشان لما تضعف تنهزم، ولما تنهزم تفشل صح، لا تنجح في وظيفة ولا تنجح في علاقات ولا تنجح في حياة ولا تكون أسرة ولا تصير واثق من نفسك ولا تصير إنسان مرغوب. يبغى يخسرك أكثر، يمكن توصل لإنك تشرب، ولا توصل إنك تدخل في حالة نفسية تصير مدمن، ولا يلا زيد. أنا إيش أبغى فيك تكون قوي وسليم ومرتاح ومستقر، إيش أبغى فيك كده؟ أنت ما تلزمني، أنت كده عدوي. لا، أنا حسسك إنك مسكين وإنك متألم وحزين، وإن أنت في هذا أكبر من قدرتك وأكبر من تحملك كإنسان، وإنه يا عيني عليك أنت كيف غيرك، أنت صابر كيف، فانهزمت، فأنا أبغى أحزمك، هيحاربك. وإذا حزن قلبك قل عطاءك وقلت همتك، فصرت شخص صعب إنك تقوم، بيثقل عليك. مو هذا إذا ثقل من جوا ثقل الإنسان من برا. كل ما صفيت اللي جوا كل ما كنت خفيف، كل ما كنت تشوف صح، شالت الغشاوة من عيونك، كل ما عقلك صار أنظف، كل ما فكرك صار أفضل. ليش المواجهة مع الإنسان تعرفه بنفسه، يعرف حتى احتياجاته. أنا مريت في مرحلة الألم هذه خلتني أعرف بعد كده نفسي أنا إيش محتاج من الناس، أرسم حدود في حياتي، أعرف أنا إيش أبغى وإيش ما أبغى وإيش أحتاج، وأنا كيف حصير كده لما أبدأ أتعامل مع ألمي عشان أتعرف على نفسي. عمر الألم يعني ما يكون نقطة ضعف لينا إلا لو خليناها معاناة بالهروب وعدم المواجهة، بس طول ما إحنا بنواجه الآلام حتروح. وأخطر حاجة عبد الله، ممكن اللي يسمعونا يجي يقول خلاص أنا قررت، يلا الآن أنا قررت أواجه آلامي، إيش يسوي؟ من الخطأ إنه يحط آلامه كلها قدامه مرة واحدة. خلاص أنا سمعت أستاذ عزة ودكتور عبد الله والآن أنا حواجه آلامي، فيحط لك آلامه كلها. خطأ، لا تواجه آلامك دفعة واحدة كلها. ليش؟ لأنك مش حتقدر. هدي. أنا أحب الإنسان يقلل من قيمة نفسه، أنا أحب الإنسان يقول إيوه أنا توجعت، مو غلط إني توجعت، وممكن مرة قاعد يألمني ويعريني، شعور إني أنا من الشيء هذا قاعد أعري ألمي، شعور يعريني. إيوه تعرى قدام نفسك، مو غلط، تعرى قدام نفسك. إذا ما تعريت قدام نفسك حتتعرى قدام مين؟ هو أنت قاعد تسوي حرام؟ أنت قاعد تعالج حاجة عشان تطلع بشيء أفضل، بوعي وتجربة، خبرة، نضج عظيم. كل ألم إذا تعاملنا معاه وتأملنا أو كتبنا أو تكلمنا مع أحد وحاولنا نعرف إيش اللي فيه وإيش أسبابه، طب ليه، كيف ما نكرر كذا، كيف ما يصير معايا كذا، إيش الأخطاء اللي صارت وصلتني لكذا. تأملات، كل جلسة بتتأمل. شوف أحيانا المشكلة تألمت منها، لا تفكر عبد الله أنك ممكن بجلسة واحدة تعالجها، ممكن تقعد مع نفسك جلسات تأمل.
ممكن على كتاب، على إلين ما تخرج منه تلاقي نفسك طلعت خلاص. بس بإيه؟ بنضج قوي عاطفي ونفسي. لو خرجت من علاقات فاشلة ما حترجع إن شاء الله ليها.